في فيديو جديد. قضية النهاردة راح ضحيتها 6 أشخاص من عيلة واحدة. مجرم استهدفهم وهم بيقضوا رحلة الصيف ومتجمعين بعد غياب شهور ما كانوش بيشوفوا بعض. الدافع رخيص وتفاصيل مرعبة. صلوا على النبي في الكومنتات، حطوا اللايك ويلا نبدأ تفاصيل قضيتنا. يوم 2 أغسطس سنة 1982 عيلة جونسون المكونة من الأب بوب والأم جاكي وبناتهم جانيت وكارين اللي عندهم 11 و12 سنة راحوا في رحلة تخييم لمنتزه ويلز جراي، مكان وسط الغابات معروف بأنه محمية طبيعية بتروحوا الناس للتخييم في فصل الصيف. بعد وصول عيلة جونسون للمنتزه انضم لهم أهل جاكي اللي كانت والدتها آديس ووالدها جورج بنتلي. العيلة كانوا متفقين يتقابلوا في منتزه ويلز جراي ويقضوا وقت لطيف مع بعض، بس مر الوقت ويوم 16 أغسطس خلصت الأجازة بسرعة وجا ميعاد رجوع بوب جونسون للشغل، بس أصحابه استغربوا إنه مرحش وقالوا يمكن تعبان من السفر وبكرة هيجي. يوم ورا يوم بيعدي وبوب برضه ما بيروحش الشغل، ولما سألوا عنه أصحابه اكتشفوا إن العيلة كلها ما رجعوش من رحلة التخييم. ومن هنا الأهل والأصدقاء قلقوا وافتكروا إن العيلة تاهت في الغابة ولازم يروحوا يدوروا عليهم، وبالفعل راحوا يدوروا عليهم في منتزه ويلز جراي، بس المفاجأة إنهم ما لقولهمش أي أثر. ساعتها زاد قلق العيلة والأصدقاء، وعلشان كده يوم 23 أغسطس بلغوا الشرطة بأن 6 أشخاص من عيلة واحدة مفقودين. بسرعة الشرطة اتحركت دوروا عليهم في كل مكان في منتزه ويلز جراي، وكمان الطيارات مسحت المنطقة بالكامل، وللأسف ما لقولهمش أي أثر. وبمرور الأيام فقدوا الأمل في العثور عليهم، بس يشاء القدر إن يوم 12 سبتمبر يوصل بلاغ للشرطة بأن في شخصين لقوا عربية محروقة في غابة كلير ووتر في مكان جنب الشلال بعيد عن منتزه ويلز جراي خالص. ساعتها الشرطة اتحركت على أساس إن هي قضية جديدة، بس اتفاجئوا من لوحة العربية إنها ملك البوب جونسون، ودي نفس العربية اللي راحت بيها العيلة للتخييم. العربية كانت محروقة تماما وموجودة في مكان متغطي بالأشجار وقرب الشلال، وكمان في آثار حديثة لقطع أشجار بالمكان، وكأن حد كان قاصد إنه يعوق الطريق للعربية، وكمان اختار يسيبها في مكان صعب على الطيارات تكتشفها فيه. وبالحالة الصعبة اللي كانت فيها العربية كان لازم فريق البحث الجنائي اللي هيرفع البصمات ويجمع الأدلة يكون مختص وعلى كفاءة غير عادية. ولما وصل فريق البحث الجنائي اكتشفوا كارثة. لقوا بقايا عظام ل4 أشخاص موجودة على كنبة العربية، ومن ضمن العظام دي قدروا ياخدوا بقايا جمجمتين كانوا متكسرين. ولما فتشوا شنطة العربية لقوا بقايا عظام لطفلين، وبالتحليل المبدئي اتأكدوا إن اللي كانوا موجودين في العربية هم عيلة جونسون ومعاهم الجد والجدة. وبالنظر للطريقة الموجود عليها العظام وإنهم كلهم موجودين على كنبة العربية وفي الشنطة، المحققين اتأكدوا إنهم قدام جريمة راح ضحيتها 6 أشخاص من عيلة واحدة. والسبب إيه؟ محدش كان عارف. من هنا المحققين بدأوا استجواب كل سكان المنطقة القريبة من المكان، وكل طفل في سن يسمح له يقول حاجة شافها. بدأوا يدوروا على أي خيط يمشوا وراه، وكان أهم حاجة بالنسبة لهم فين شاحنة الجد والجدة اللي راحوا بيها للتخييم. الشاحنة دي كانت هي مفتاح حل القضية بالنسبة للمحققين، وفعلا بدأوا يدوروا عليها في كل مكان وعملوا لها رسم تفصيلي ووزعوه في الشوارع وعلى القنوات الإخبارية. في نفس الوقت ده كانوا الأطباء بيفحصوا بقايا الجمجمتين واكتشفوا وجود خرم رصاصة في الجمجمة، وبعد ما فتحوا الجمجمة لقوا رصاص من عيار 22 جوه الجمجمة، وده بيأكد إن العيلة ما ماتتش بسبب الحريق لكن اتعرضوا للقتل الأول.
وبعدها المجرم حطهم جوه العربية وحرقهم. في الوقت ده بدأ يوصل للمحققين بلاغات من ناس كتير بيقولوا إنهم شافوا الشاحنة المفقودة بتاعة الجد جورج بنتلي بتتحرك في اتجاه الشمال. كترة البلاغات دي أكدت للمحققين إنهم قربوا من المجرم، ووصل عدد المحققين في القضية ل20 محقق بيستقبلوا بس بلاغات المواطنين اللي بيأكدوا إن الشاحنة بتتحرك للشمال وفيها شخصين بيتكلموا باللغة الفرنسية. وقتها المحققين أخدوا أوصاف الشخصين دول، وكل اللي بيبلغ إنه شاف الشاحنة بيأكد إن الرسم اللي مع الشرطة نسخة مقاربة للشخصين اللي معاهم الشاحنة بنسبة 100% تقريبا. بس الغريب إن لحد ما عدى 6 شهور من الحادثة الشاحنة دي ما وقفتش في ولا كمين مرور ولا ضابط لمحها. الأغرب من كده إنها اختفت فجأة عن أنظار الناس، والبلاغات سكتت وما بقتش بتوصل للمحققين. وعلشان كده المحققين قرروا يفكروا الناس تاني بالقضية، ووافقوا على عمل فيلم وثائقي للجريمة، وكمان جهزوا شاحنة نسخة طبق الأصل من الشاحنة اللي بيدوروا عليها، وخلوها تتحرك جولة في المدينة لمدة 3 أسابيع في نفس الاتجاهات اللي الناس بلغوا إنهم شافوها فيها. ساعتها وصل للمحققين بلاغ قوي جدا وأقوى من كل اللي فات كمان، وهو من موظف أمن موجود في منتزه ويلز جراي. والموظف قال إنه شاف الشاحنة المبلغ عنها دي جوه المنتزه. وبسرعة المحققين جروا على منتزه ويلز جراي، ووصلهم الموظف للمكان اللي شاف فيه الشاحنة قبل كده. وهناك المحققين ورجال البحث الجنائي لقوا أغراض تخص عيلة جونسون، والمشروب كمان اللي كان بوب متعود يشربه. والأهم بقى من ده كله إنهم لقوا فوارغ 22 طلقة من نفس العيار اللي لقوا منه رصاصة في الجمجمة. وبكده الشرطة وصلوا لمسرح الجريمة الأصلي. المعلومة دي الشرطة خلتها سر بعيد عن الإعلام، وفي خلال أيام من البحث وصل للمحققين تقرير من فريق بحث الأدلة الجنائية بيقولوا إنهم لقوا في عربية بوب جونسون خرم ناتج من طلقة رصاص موجود على الباب اللي من ناحية السائق. الخرم ده مطابق لنفس عيار الرصاص اللي موجودة الفوارغ بتاعته في مسرح الجريمة، واللي موجود منه رصاصة في الجمجمة. المعلومة دي كمان المحققين احتفظوا بيها لنفسهم، ورجعوا تاني للمكان اللي لقوا فيه عربية بوب جونسون اللي هو منتزه كلير واتر. وفكروا المحققين يستجوبوا سكان المنطقة المحيطة بالمنتزه للمرة التانية، وده لأن مكان الشلال اللي لقوا فيه عربية بوب مش أي شخص هيعرف يوصله بسهولة، وأكيد اللي ساب العربية هناك حافظ المكان كويس. وفعلا بدأوا المحققين يلفوا على بيوت المنطقة ويستجوبوا سكانها، لحد ما رجال الشرطة سمعوا حوار بين واحد ومراته لفت انتباههم قوي. واحدة بتقول لجوزها يقول لهم على صاحبه اللي كان بيسأل ازاي يسد ثقب رصاص موجود في باب العربية. الجملة دي كانت للمحققين الخيط اللي هيوصلهم للمجرم، وبدأوا بقى باستجواب الست وجوزها لحد ما عرفوا منهم كل حاجة تخص الصديق ده اللي هو ديفيد ويليام شارينج اللي عنده 23 سنة من سكان نفس المنطقة. ومن وقت قليل كان معاه عربية فيها ثقب من طلقة رصاص موجودة على الباب اللي من ناحية السائق، وكان بيسأل ازاي يداري الثقب ده. بسرعة المحققين راحوا لديفيد علشان يستجوبوه، واكتشفوا انه ساب البيت بعد الاستجواب الأول للشرطة. ولما رجعوا يفتوا بخصوص القضية دي لقوا ردوده وإجاباته طبيعية جدا، وما لفتتش النظر إنه ممكن يكون ليه أي علاقة بالجريمة. وقتها المحققين بدأوا يدوروا على مكان ديفيد. في نفس الوقت وصل لهم بلاغ عنه من شخص بيقول إن ديفيد ويليام تشارينج هو اللي كان سايق العربية اللي خبطت مواطن وموتته من كذا سنة. البلاغ ده كان لقضية قيد التحقيق من سنين، وكانوا المحققين فيها بيدوروا على مجرم اتسبب في حادثة سير. وبكده فجأة بقى ديفيد ويليام تشارينج
مطلوب قدامهم في جريمة غير جريمة عيلة جونسون خالص. وقتها المحققين كثفوا البحث عن ديفيد وعرفوا إنه موجود في مدينة داوسن كريك. المفاجأة بقى إنه طلع كمان تحت المراقبة لأنه مشتبه فيه في جريمة سرقة معدات من شركتين مختلفين. وقتها المحققين اتواصلوا مع الضابط المكلف بالمراقبة وقالوا له إن ديفيد متهم في أخطر جريمة حصلت في كندا، وعرفوه الخطة اللي حطوها علشان يخلوا ديفيد يعترف أثناء التحقيق المبدئي معاه وقبل ما يلجأ لمحامي. الخطة دي كانت إنهم طلبوا من الضابط يروح يجيب ديفيد بنفسه لمركز التحقيق في داوسن كريك من غير ما يخليه يشك في أي حاجة، وكأنهم كلمتين وديين مع مواطن شريف. وبالفعل الضابط عمل كده، ومع إن ديفيد كان متوتر بس الضابط قدر يخليه يقتنع نسبيا إن الموضوع بسيط. في نفس الوقت ده كانوا المحققين في طريقهم لمكان التحقيق في داوسن كريك، وأول ما وصلوا وقابلوا ديفيد أقنعوه إنهم بيحققوا معاه في حادث السير اللي حصل من كام سنة. وقتها هدى ديفيد من التوتر واعترف إنه هو اللي خبط الشخص وهو المذنب في حادث السير اللي حصل. وهنا فجأة المحققين حولوا التحقيق لقضية عيلة جونسون وسألوا ديفيد عن مكان مسرح الجريمة اللي سمع عنه، ولا شعوريا اعترف إنه منتزه ويلز جراي، ودي الكلمة اللي أكدت للمحققين إن ديفيد هو المجرم، لأن وصولهم لمنتزه ويلز جراي كان سر بعيد عن وسائل الإعلام اللي أعلنت إن مسرح الجريمة هو منتزه كلير ويتر. ساعتها المحققين وجهوا لديفيد الاتهام وضغطوا عليه لحد ما انهار واعترف في نفس اللحظة إنه هو اللي قتل عيلة جونسون، والدافع إنه كان عايز يسرق الأغراض والعربيات اللي معاهم وكمان يعتدي على البنتين الصغيرين. ومع مرور التحقيق ديفيد قال إن الحكاية بدأت وهو رايح لشغله وشاف العيلة في مكان التخييم معاهم عربيتين وخيمة وكمان بنتين حلوين. ساعتها قرر ياخد كل حاجة لنفسه، وبعدها سلم ديفيد الأغراض اللي سرقها من عيلة جونسون للشرطة ومثل الجريمة أمام المحققين. وبكل وحشية ديفيد قتل الأب والأم والجد والجدة ب21 طلقة رصاص في منتزه ويلز جراي. أما البنتين حبسهم لمدة أسبوعين، وبعد ما اعتدى عليهم قتلهم وحطهم في العربية مع باقي العيلة وحرقهم كلهم. وبعد كل الاعترافات دي اتقدم ديفيد للمحاكمة، ويوم 16 إبريل سنة 1984 ديفيد ويليام تشارينج دخل المحكمة بتهمة قتل 6 أشخاص، وبعد ما اعترف وأقر بالذنب قدام القاضي اتحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة بدون فرصة للإفراج المشروط لمدة 25 سنة. ومع إن الحكم ده كان أشد حكم في كندا، لكن الناس اعترضوا عليه وقالوا إن ديفيد تشارينج كان يستحق الإعدام. ده كان رأي الناس في كندا. أحب أعرف رأيكم انتوا كمان في الكومنتات. وصلوا على النبي